28 في المنصورة يستعد للنزول، وادي صافرة وفاول، صفارة وفاول، ومع كل فاول في اعتراض من الدكة من الجهاز الفني والإداري للمنصورة. وادي الكابتن اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة نازل له الملعب بيتكلم معاه، وفي كده شد وجذب. مش ممكن اللي بيحصل ده، مش ممكن اللي بيحصل ده، مش ممكن اللي بيحصل ده. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش الاعتراض دوت بالاسلوب دوت، ما ينفعش. ابراهيم مجاهد رئيس النادي والجهاز الطبي والفني في اعتراضات، لكن ما ينفعش الاعتراض بالشكل ده. ادى قرار حكم مش هيرجع فيه، قد يكون موفق قد يكون غير موفق فيه، ما بنتكلمش على التحكيم، لكن ما ينفعش هذا الاعتراض بالشكل ده. ادى قرار بطرد حد، هنشوف ادى قرار بطرد حد من الجهاز، هل ياسر الكناني ولا مين؟ وادي الكابتن ابراهيم مجاهد، ادي الكابتن ابراهيم مجاهد معاه. نتمنى كده نتجاوز الكلام دوت ونأدي المباراة بشكل جيد. وادي رئيس النادي بيتكلم معاه، ما ينفعش بقول تاني وتالت الكلام دوت. نتمناها مباراة كده نظيفة وجميلة، مش محتاجين اعتراضات، مش محتاجين كل الاعتراضات ديت، مش معترضين. لازم مباريات تمر، لازم يبقى فيه قرار يعجب ناس ما يعجبش ناس، لكن الحكم بياخد قرار في جزء من الثانيه. بيطالبوا هنا في اللعبه دي بفاول، اهي اللعبه فيها فاول طبعا. اكرامي عاشور خد رجله عبد العزيز بعد اللعبه، يوسف محمد بعد اللعبه، لكن الحكم هو صاحب القرار. ادي الجهاز الفني رجع، وادي رئيس النادي رجع، وادي على طول انذار ليوسف محمد، اداله الانذار. مباراه